بيبدأ الفيلم مع الطفل جاك وبيكون عايش في بيت بسيط مع امه وابوه، وبيجي له ابوه وبيسأله انت صاحي ليه لحد دلوقتي؟ فجاك بيقول له ان العمالقة هم اللي صحوه وانه مش قادر ينام بسببهم. وفي نفس الوقت الدنيا بتمطر جامد وبيكون في رعد بيضرب بقوة، وجاك بيقول لابوه ان الرعد ده من العمالقة، وبيقول له ان امه هي اللي قالت كده، وبيوريه الكتاب وبيقول له كمل لي قراءة. وابوه بياخد القصة وبيبدأ يقرا له، وبيقول له من قديم الزمن كان في رهبان وكانوا فاكرين انهم يقدروا يطلعوا السماء، وكانوا عايزين يشوفوا الجنة اللي فوق، وقرروا يصنعوا بذور سحرية، والبذور دي بتطلع شجرة ضخمة وفروعها بتخترق السماء، وبدأوا يطلعوا عليها فعلا للوصول للجنة، لكنهم اتصدموا لما وصلوا لفوق لأنهم لقوا مملكة عمالقة بين السماء والأرض، والعمالقة دول بيكونوا عايشين فوق السحاب. وبعدها العمالقة دول هجموا عليهم بكل وحشية وقتلوهم من غير رحمة، وكمان العمالقة نزلوا الأرض وقدروا يحتلوها بالكامل ودمروا كل حاجة فيها، لكن أكتر حاجة حبوها كانت اللحم البشري، وقتلوا عدد كبير جدا من البشر. وفرسان الملك كانوا بيحاربوا العمالقة وقدروا يقتلوا واحد منهم، والملك لما وصل أمر الرهبان بحل سريع، والرهبان فعلا قرروا يستخدموا السحر الاسود وعملوا تاج سحري للتحكم في العمالقه، وبنشوف انهم دوبوا قلب حيوان عملاق ميت وحطوا عليه تعويذه قويه، وبكده صنعوا تاج الملك. والملك إيريك لبس التاج والعمالقه ركعوا قدامه فورا وامرهم يرجعوا لمملكتهم فوق، وبعدها امر بتدمير الشجره، والعمالقه بقوا محبوسين فوق للابد، وبكده خلص الملك العالم من شرهم. وبعدها مرت سنين ومات الملك ودفنوا التاج والبذور السحريه معاه، والقصه بقت مجرد اسطوره قديمه. فجاك بيسأل أبوه بيقول له طب أنا عايز أبقى من حرس الملك، وأبوه بيرد عليه وبيقول له الحراس لازم يكونوا من سلالة نبيلة وإحنا مجرد فلاحين. وفي نفس الوقت في بنت اسمها إليزا، ودي بتبقى حفيدة الملك إيريك، وأمها بتحكي لها نفس القصة وبتقول لها إنها هتبقى ملكة في يوم من الأيام. وبنرجع لجاك بعد ما كبر وبقى مزارع بسيط زي أبوه، وكان مضطر إنه يبيع الحصان والعربية لأن مفيش فلوس معاهم خالص، وأبوه بيقول له بعد ما تبيعهم تتخلص من الأعشاب الضارة في العربية. وجاك فعلا راح السوق وبيبيع الحصان وشاف عرض مسرحي عن قصة الملك، فنسي نفسه واتفرج على العرض وشاف بنت جميلة هناك وعجبته، وكان ملاحظ إن في حرامية بيحاولوا يسرقوا أسورتها، ولما دافع عنها اتضرب وحاول يهدد الحرامية، لكن فجأة ظهر قائد الحراس إلمونت وبياخدوا البنت، وبنكتشف إن البنت دي هي الأميرة إيزابيل، وبيرجعوا بيها للقصر من تاني. وبعدها بيوصل خبر هروبها للوزير رودريك، والمساعد بتاعه بيكون ويك، وويك ده رئيس الشرطة، وبنعرف إن الوزير بيخطط للجواز منها وبيكون عايز يسيطر على المملكة كلها وعنده خطط تانية للاستحواذ على الحكم. وبنشوف رودريك وهو رايح مكتبه وبيخبط في راهب وهو ماشي، ولما بيدخل مكتبه بيلاقيه متدمر والبذور السحرية اللي كان مخبيها اختفت، فبيروح يتأكد من تاج الملك وبيلاقي التاج لسه موجود، فبيفتكر الراهب اللي خبط فيه وبيقول ان هو اللي سرق البذور، وبيأمر ويك يدور عليه فورا وبياخد معاه كل الحراس، والبوابات بتتقفل والتفتيش بيبدأ، وبنشوف ان الراهب مش قادر يهرب بره المملكة، وبنلاقي جاك قدامه وحصانه معروض للبيع، والراهب بيعرض عليه ياخد الحصان مقابل البذور اللي معاه، وبيقول له ان البذور دي ممكن تغير العالم، وبيحذره وبيقول له ياك تعرضها للميه، وبيقول له ياخدها للكنيسه ويسلمها هناك وهيدوله الثمن اللي هو عايزه. والراهب فعلا بياخد الحصان ويهرب لكنه مش قادر يخرج من المملكه، فبيروح جاك لعمه بعد ما والده مات، وعمه بيتضايق من اهماله وبيقول له انه اتنصب عليه من الراهب، فجاك بيرد عليه بيقول له انا هسلمها للكنيسه بكره، وعمه بيقول له انت كبرت بقى عندك 18 سنه، مش معنى انه لابس لبس رهباني يبقى هو راهب بجد، وبيقول له كده انت اكيد اتضحك عليك. وبنروح للأميرة إيزابيل وأبوها بيقول لها ما تفكريش تهربي تاني، وبيقول لها إن أنت الأميرة المنتظرة للمملكة، أنا مش هقدر أحميكي طول العمر. وعم جاك بيقرر يبيع حاجات والده عشان يقدر يعيش بعد ما جاك ضيع العربية والحصان، فبيرمي البذور على الأرض وجاك بيلم البذور بسرعة، وما كانش واخد باله إن في واحدة وقعت بين الخشب. وفي نفس الوقت إيزابيل بتترجى والدها وبتقول له إن أنا بهرب علشان أتعرف على شعبي علشان بعد كده أقدر أدير المملكة، ومش لازم أتجوز علشان أكون ملكة، وبتعرفه إنها مش بتحب رودريك، وبتقول له كمان إن هو أكبر منها في السن وده بيخليها تكرهه اكتر، لكن ابوها بيرفض كلامها وبيقول لها اليوم اللي خسرت فيه امك كان اوحش يوم في حياتي، وانت محتاجه راجل يحميكي زي رودريك، وبيقول لها ان قرار الجواز ده نهائي ومفيش رجعه ولا مناقشه فيه. وايزابيل مش بتقدر تعارضه وبتمشي من قدامه وهي زعلانه. وفي نفس الوقت رودريك بيعذب الراهب وكان عايز يعرف مكان البذور باي طريقه، لكن الراهب بيرفض يتكلم، ورودريك بيتخلص منه وبيقتله من غير ما حد يعرف. وبنشوف الاميره ايزابيل وهي بتقرر تهرب تاني، وكل ده علشان الملك اجبرها تتجوز رودريك اللي هو وزير الحكم عنده. وفي طريقها للهروب بتحصل عاصفه شديده وبتلاقي بيت قدامها فبتخبط على الباب، وبيطلع البيت ده انه بيت جاك وبيسمح لها انها تدخل عشان المطر، وجاك بيتعرف عليها لانها الاميره ايزابيل وهو فعلا شافها قبل كده في العرض الملكي. والطقس بيكون وحش جدا والمطر بيزيد والميه بتدخل البيت، وللاسف الميه بتوصل للبذور والبذور بتبدا تكبر بسرعه كبيره. واثناء كلامهم بتنبهر ايزابيل بالكتب الكتير اللي عنده وبتساله عن الجرح اللي في وشه، بيقول لها كنت بدافع عن الاميره والحراس ضربوني. وايزابيل بتستغرب جدا وبتساله انت كنت تعرف الاميره
الاميره، فجاك بيرد بيقول لها انا ما كنتش اعرفها، لكن لما احتاجت مساعده ما قدرتش اتجاهلها. وايزابيل بتشكره انه دافع عنها في السوق، وبتشوف قصه كانت امها بتقراها لها وهي صغيره، بتتفاجئ انها نفس القصه اللي ابو جاك كان بيحكيها له وهو صغير. وفجاه الشجره السحريه بتطلع من الارض، والشجره بترفع البيت لفوق، وجاك بيطير بره البيت، وايزابيل بتصرخ وبتطلب المساعده، وجاك بيحاول ينقذها لكنه بيفقد توازنه وبيمسك اسوره ايزابيل لكنها بتفلت من ايده. وبعدها جاك بيقع على الارض وبيغمى عليه. ولما بيفوق تاني يوم بيلاقي الملك قدامه، ومعاه المونت رئيس الحراس والوزير رودريك، وبيسالوه عن مكان الاميره، وبيقولوا له انه اسورتها كانت في ايده. فجاك بيحكي لهم اللي حصل، وبيقول لهم ان الاميره جات له بسبب المطر، وان الشجره رفعت البيت لفوق مره واحده. وهنا الملك بيؤمر الحراس يطلعوا الشجره بسرعه، ورودريك بيطلب من الملك انه يطلع معاهم، وبيقول له انه عايز ينقذ حبيبته ايزابيل، والملك بيوافق. ورودريك بياخد معاه شنطه فيها التاج السحري، والتاج ده اللي بيتحكم في العمالقه. وجاك كمان بيقرر يطلع معاهم، وبيفضلوا يطلعوا على الشجره طول اليوم، والحراس بيبداوا يتعبوا، وفيهم ناس بتقع بس بتمسك في حبل، وبيطلبوا من رودريك انه ينقذهم، لكن هو بيأمر بقطع الحبل، وبيبقى عايز يقتلهم عشان يقلل عددهم. وويك المساعد بتاعه فعلا بيقطع الحبل بسكينه، والحراس بيقعوا لتحت، وبيكون الباقيين مش شايفين اللي بيحصل. ولما جاك بيسأل عنهم بيقولوا له انهم وقعوا وحاولوا ينقذوهم لكن ما قدروش. واخيرا بيوصلوا لارض العمالقه، وما فضلش من الحراس غير اتنين، كورو وبولت. ورودريك بيستغل انشغال الكل وبيهدد جاك، وبيقول له لو ما اديتنيش الحبوب اللي معاك انا هقتلك. فجاك بيديهم له بس بيخلي واحده معاه في الخباثه. وبعدها بيقسموا نفسهم لفريقين، المونت وجاك وكرو بيبقوا في فريق واحد، ورودريك وبولت وويك بيبقوا في فريق تاني، وكل فريق بيتحرك في اتجاه مختلف. وجاك بيلاقي الكتاب اللي كان مع ايزابيل، وبيشوف اغصان مكسوره، وبيقول للحراس اكيد في حاجه سحبتها من هنا. والجنود فعلا بيتابعوا اثر رجل الاميره، واخيرا بيلاقوا بيت جاك قدامهم، وبيمشي جاك وكرو ورا الاثر، وفجاه بيقعوا في شبكه صيد ضخمه، وبيكون فخ معمول لصيد الحيوانات. والمونت بيحاول يحررهم، لكن فجاه بيهجم عليهم عملاق، وجاك بيستخبى بين الصخور وبينزل تحت الميه. والعملاق بيشم ريحه كرو وبيعرف مكانه، وبيروح يمسكه، لكن المونت بيحاول ينقذه، والعملاق بيضرب المونت وبيخليه يفقد الوعي، وبياخد المونت وكرو وهما الاتنين بيكون مغمى عليهم. وجاك بيتابع كل ده من تحت الميه، وبيمشي ورا العملاق لحد ما بيوصل لارضهم. وفي نفس الوقت رودريك وويك بيدوروا على الاميره، وفي عملاق كبير بيهجم على ويك وبياكله قدام رودريك. ورودريك بيخاف وبيطلع التاج السحري، وفجأة التاج بينور في ايده. وبعدها بنشوف الأميرة إيزابيل محبوسة في قفص، وملك العمالقة واللي اسمه فالون بيقول لها أنا عارف ريحتك، أنت أكيد حفيدة الملك إيريك. وبيقول للعمالقة إن وقت الانتقام جه، وهنسيطر على البشر ونستولى على أرضهم. والعملاق بيحط ألمونت وكرو قدام الملك، وبيحاولوا يعرفوا إزاي البشر طلعوا لأرضهم. والملك بياكل كرو علشان يجبر ألمونت إنه يتكلم. وفجأة رودريك بيدخل، والعمالقة كلهم بيركعوا قدامه، وبيقف على عرش الملك وبيصرخ فيهم، وبيقول لهم أنا الملك الجديد، وإن بكرة هننزل على الأرض ونسيطر عليها. وفي المطبخ العمالقة بيجهزوا الأكل، والمونتي وإيزابيل بيكونوا مرعوبين، وجاك بيحاول ينقذهم. وبعدها بيطلع لمكان عالي فوق العملاق، وبيمسك السكينة وبينط على رقبته، وبيضربه بقوة، والعملاق بيخبط في الحيطة والسكينة بتدخل في رقبته وبيموت. والمونتي وإيزابيل بيهربوا مع جاك، وبيروحوا ناحية الشجر علشان يرجعوا الأرض تاني. ورودريك بيعرف الخبر، وبيؤمر واحد من العمالقة إنه يروح عند الممر علشان يمنعهم من الهروب. وجاك لما بيشوفه بيفكر بسرعة، وبياخد خلية النحل وبيحطها في قناع العملاق. والعملاق بيكون نايم وبيصحى مفزوع وبيقع من فوق حرف المدينة، وبيفضل يقع في الهواء لحد ما بيقع على الأرض وبيموت. والملك لما بيشوف العملاق ميت بيؤمر الحراس يقطعوا الشجرة فورا، وبيقول أنا هختار سلامة المملكة حتى لو ضحيت ببنتي. وبنروح لمملكة العمالقة تاني، والمونت بيرفض ينزل مع جاك وإيزابيل، وبيقول لهم أنا لازم أجيب التاج الأول، لأن لو رودريك سيطر على العمالقة هيدمر البشر كلهم. وجاك وإيزابيل بينزلوا فعلا لوحدهم، والمونت بيبقى فوق وبيراقب جيش العمالقة. وبيتحرك رودريك الملك الجديد وبيقودهم للهجوم، لكن فجأة المونت بيهجم عليه، والبذور السحرية بتقع من إيده، والاتنين بيتقاتلوا جامد. وفي الآخر المونت بيقدر يقتله، لكن فجأة بنلاقي فالون بيمسك جثة رودريك وبياخد التاج وبيلبسه في صباعه زي الخاتم. وهنا فالون بيبقى حاكم كل العمالقة، لكن المرة دي بتكون بقوة التاج، وده معناه إن مفيش بشر هيقدروا يتحكموا فيهم تاني. وفي نفس الوقت حراس الملك بيخلعوا جذور الشجرة من الأرض، وبتبدأ تتخلع بالكامل، والمونت بيشوفها وبيجري عليها قبل ما تقع. وجاك وإيزابيل كمان بيكونوا عليها، وجاك بياخد غصن شجرة وبيتعلق فيه هو وإيزابيل، وفي الآخر بيقع على كومة قش وبيعيش. والمونت بينط في البحيرة، والملك بيكون حزين وفاكر إن خسر بنته، لكن فجأة بيلاقيها جاية له ومعاها جاك، والملك بيشكر جاك لإنقاذها. والناحية التانية بنلاقي فالون في قمة غضبه علشان الشجرة وقعت، لكن فجأة بيلاقي البذور اللي كانت وقعت من رودريك وبيرميها في المية، وبتبدأ تكبر بسرعة.
وكل العمالقه بيتعلقوا في الشجره وفروعها بتنزل ناحيه الارض، والعمالقه بينزلوا من تاني. وجاك لما بيشوفهم بيطلع يجري علشان يحذر الملك، وبيقدر فعلا يوصل لموكب الملك وبيصرخ وبيقول لهم اهربوا بسرعه، وبيقول لهم ان العمالقه جايين وراه. وبنلاقي المونت واقف عند البوابه مستنيهم، والملك اول لما بيدخل هو وبنته المونت بيؤمر بسرعه باغلاق الجسر، وخلاص الجسر كان بيتقفل، لكن في اخر لحظه بيقدر جاك انه يلحقهم وبيدخل بسرعه قبل ما الباب يتقفل. وبنلاقي فالون بيتعلق في الجسر والجنود بيهجموا عليه وبيضربوه بالسهام، وفعلا بيقع في الزيت المولع، وكان بيحاول يخرج لكن ما بيعرفش، والمساعد بتاعه ما بيصدق يلاقيه مات، وبيؤمر العمالقه انهم يقتحموا المملكه. وبنتفاجئ ان فالون ما ماتش، وبيلاقي طريق يدخل منه للمملكه. والملك بيقول لايزابيل روحي ولعي شعله الحرب علشان الممالك التانيه تعرف ان العمالقه نزلوا الارض تاني. وبنعرف ان الشعله دي ما اشتغلتش من ايام جدها الملك. وايزابيل وجاك وهم في طريقهم للمناره بيلاقوا الارض بتتهز، وبنلاقي فالون بيخرج من تحت الميه وبيدور عليهم وبيقدر يمسكهم هما الاتنين، لكن جاك بيفكر بسرعه وبيطلع البذره السحريه اللي كانت معاه وبيرميها في بق فالون، والشجره نبتت جواه وفالون بقى يصرخ من الالم، وبسرعه جسمه بينفجر وبيموت. وفي نفس اللحظه بوابه المملكه بتتحطم والعمالقه بيقدروا يدخلوا، والجنود بيحاولوا يقفلوا اخر بوابه، لكن العمالقه بيدمروها بسهوله وبيقدروا يدخلوا. وفجاه بنلاقي العمالقه وقفوا ورموا اسلحتهم وبداوا يركعوا في الارض، وبنتفاجئ ان جاك معاه التاج ودلوقتي بقى هو الملك، وبيأمرهم بالرجوع لارضهم، وكمان بيأمر بقطع جميع الفروع للابد، وبيقول ان العمالقه مش هتنزل الارض تاني. وبعدها جاك بيتجوز ايزابيل وبيخلفوا طفلين وبيعيشوا في سلام وسعاده. وجاك بيحكي لاطفاله قصه العمالقه والتاج المسحور، ولما بيسالوه فين التاج بيبتسم وبيقول لهم انا خبيته في مكان امن. وبعد اجيال كتير بيظهر التاج تاني وبيكون موجود في متحف في لندن. وكده بينتهي الفيلم. بتمنى يكون الملخص عجبك. سلام.